السلام عليكم. انا سميتي ورده. قصتي اللي غادي نحكي لكم اليوم غريبه بزاف، وحتى انا ما عمري ما تصورت انها توقع ليا. انا مشيت لمدينه جديده باش نقرا، بحكم ان المدينه اللي انا منها مدينه صغيره وما فيهاش الكليات. فمن خديت البكالوريا ديالي مشيت لواحد المدينه كبيره. مشيت والديا كيوصاو فيا: عندك وردي البال، انت راكي غاده من مدينه صغيره لمدينه كبيره. الناس اللي كيكونوا عايشين في هذوك المدن الكبار راه كيكونوا مطورين ومجبدين ويقدروا يديروها بيك. ردي بالك من هادي، ردي بالك من هادي. المهم ديت معايا واحد لا ليست كبيره ديال التوصيات. اي حاجه كانت كتفكرها ماما ولا كتعاودها لها شي جارتها ولا كتسمع شي وحده كتعاودها لها في شي قصه كتقول لي: سمعي بنتي هادي وكوني على بال، ما ديري الثقه ديالك في حتى شي وحده. اي وحده قالت لك شي حاجه ولا هضرات معاك ولا قالت لك لا معايا ما تمشيش معها. المهم كتوصيني بحال شي دريه صغيره، وانا كنقول لها: ماما، وانتي واش مصيفطه بنت كترضع؟ راه انا راني كبيره وراه خديت الباك ديالي وبنقطه زوينه، وراه انا دوزت البنات والصحابات وعارفه اللي يصلح ليا واللي ما يصلح لياش. صافي ديروا فيا الثقه ديالكم. انا راه غدا غير مدينه قريبه ليكم وحداكم، ماشيش اللي كتمشي تقرا في الشينوا ولا كتمشي تقرا في ميريكان، كتمشي تقرا في شي بلايص بعيده. كانت كتقول لي ماما: يا ريت كون مشيتي لهذوك البلايص البعيده ولا تمشي شي مدينه غير هنايا وقريبه. راه كنخافوا عليك وعارفينك ما مطوراش وماشي بحال هذوك البنات اللي مجبدات ومقرصات. المهم خليت الهضره ديال ماما، وانا كنت في الصراحه بيني وبين راسي مقتنعه انني بالعكس انا مجبده ومطوره وكنعرف مصلحتي وما كاينش اللي تقدر ديرها بيا. كانوا عندي شي تجارب صغيره مع الصحابات ودائما كنت كنعيق بهم، فبالنسبه لي كنت كنحس انني صافي راني قطعت الواد ونشفو رجليا. مشيت للمدينه الكبيره، المدينه اللي كنت كنحلم انني نعيش فيها. تلاقيت ناس جدادين طبعا. كرا ليا الاب ديالي واحد البيت في واحد الدار اللي كتكرا للطالبات، وعطاني داكشي اللي قسم الله ودار معايا كل شهر غادي يبقى يصيفط ليا واحد النصيب. وكانت عندي حتى المنحه، يعني الامور ديالي كانت مزيان، ما عندي حتى شي مشكل. دوزت مده، دوزت العام الاول العام الثاني، نجحت العام الاول. ومن رجعت لدارنا ماما دارت حفله، غير عرضات غير العائله، ماشي كاع شي حفله كبيره بزاف، ولكن غير من رجعت ليها سالمه وما وقع لي حتى شي حاجه. وكيف قالت هي: ما داو مني لا يد لا رجل. صافي حمدت الله وشكراته. بصراحه انا كنت راده بالي بزاف مع جنابي، وكنت كنخاف من الصحابات وما كنتش كنتصاحب حتى مع الدراري. شدة ثقاري بزاف لاقصى درجه، حتى البنات اللي كنت ساكنه معاهم في نفس الدار، يعني كارين بيوت واحد اخرين، كنت عاطيهم التقار والاتساع. كنهضر غير في المفيد، بقوه اللي راد البال، بقوه ولات كتقال عليا انني معقده وانني متكبره وانني حاسه براسي، وانا ما كنتش كنتسوق. ياك هاد الشيء هذا مسلكني ماشي مشكل، ياك هاد الشيء هذا نافعني لحد الان مزيان. المهم العام الاول نجحته بنقطه اللي كانت مشرفه. رجعت لدارنا في الصيف، ومن موراها غير بدا العام ديال القرايه ورجعت للمدينه اللي انا فيها. ايوا وكيف عادتي، بما انه السمانه كامله كنت كندوزها في لافاك، السبت والحد كنت كنجلس كنخمل بيتي، ومن موراها كنمشي للحمام. ولا غد ليه يعني نهار الحد كنت كندوزو غير متكيه ومرتاحه وكنراجع الى عندي شي قرايه وصافي. هذا هو البروغرام ديالي. المدينه اللي انا فيها ما عندي فيها لا عائله لا حتى شي واحد كنعرفو اللي غادي يمشي نزورو في الويكاند. كان كيعجبني الحال انني شاده في هذا البروغرام هذا وغادا فيه مزيان. المهم في واحد السبت من هذوك السبوته اللي كنمشي فيهم انا للحمام من مورا ما كنخمل بيتي، كنت حاسه براسي انني عيانه. ما عرفتش علاش داك النهار كانت صابحه فيا الدوخه. ايوا واخا هكداك قلت ما نخسرش البروغرام. صبنت الحوايج اللي خاصهم يتصبنوا، قديت البيت ديالي فراشي، الحوايج عاودت جبدتهم اللي خاصهم يتطواو، مسحت الغبره، ما خليت ما درت. ايوا في العشيه هزيت صاكي ومشيت للحمام. مشيت للحمام بحالي بحال الناس، دايه معايا الحويجات ديالي، دايه معايا الادخوسه ديالي، وكيف ديما كنمشي غير بوحدي، ما كندي معايا حتى شي بنت. هذاك السبت كان واحد الماتش، وهذاك الماتش كانوا بزاف ديال الناس كيتفرجوا فيه. من دخلت الحمام على غير العاده كنلقاه خاوي شويه، ماشي كيف موالف السبت في العشيه كان كيكون عامر بزاف، ولكن بما انه كاين واحد الماتش مهم فالحمام داك النهار كان خاوي، ما كانش عامر بزاف، كانوا فيه يعني بلايص مفرقين. دخلت وجلست وبديت كندوش
واحد الوقيته واحد جوج بنات جالسين كيشوفوا فيا مقابلين معايا، انا شفت فيهم حتى انا وتبسمت وهما تبسموا ليا. بقيت جالسه واحد الوقيته جات عندي وحده فيهم قالت لي اختي عافاك نسولك واش ما عندكش شي فوطه زايده؟ قلت لها انا عندي. قالت لي صافي عافاك رانا نسيت فوطتي في الدار، الا كان ممكن من نخرج تعطيني الفوطه الزايده اللي عندك نمسح بها ونردها لك. قلت لها واخا ماشي مشكل. ايوا رجعت جلست في بلاصتها شويه وهي تجي عندي وحده الثانيه قالت لي واش تعطيني شويه ديال هاد الشامبوان ديالك راه حمقاتني الريحه ديالو. قلت لها اها هو واخا خودي. انا قلت لها خوديه وهي تعيط لصاحبتها جروا سطولاتهم وجاو جلسوا حدايا. ايوا ما عرفتش علاش انا ما مولفاش ليا، انا من داك النوع اللي سكوتيه وحدوديه لاقصى درجه. كيفاش غادي نجلس وغادي نبدا نهضر مع واحد جوج بنات اللي ما عمري ما شفتهم ما عرفتهم، كانوا كيبانوا ظريفات بزاف وكانوا زوينات بزاف بحال داك الشكل ديال البنات اللي كيكونوا يعني دايرين ديك العمليات ودايرين داك الفيلار وداكشي، يعني وجههم كان في شكل. صافي بقيت جالسه كندوي انا وياهم وهما كانوا كيسولوني وانا كنت كنجاوبهم. كنهضر بلا فرانات، كنهضر بواحد الطريقه اللي ماشي من طبيعتي، لدرجه انني قلت لهم سميت با وسميت امي، من اين مدينه انا جايه، شنو كندير انا في هذه المدينه، عاودت لهم على فين كنقرا، الاساتذه اللي كيقريوني. بقيت كنهضر حتى ما شعرتش براسي ساعه وانا كندوي وهما كيسولوني فين ما كنسالي شي موضوع كيجبدوا لي موضوع اخر. بقيت هكذاك حتى ساليت الحمام ديالي وساليت الحمام ودرت الصابون وبقيت جالسه كنكمل لهم المعاوده. هضرت بواحد الطريقه اللي ما عمري ما تخيلت راسي انني ممكن نهضر بها مع شي حد غريب عليا، والدي وما كنهضرش معاهم لديك الدرجه. المهم بقيت كندوي وكنعاود وهما كيسولوني حتى ساليت حتى خويت لهم المزيوده كامله. في الاخير وحده فيهم قالت لي واش شوفي احنا غادي نقولوا لك دابا الصراحه، احنا راه ماشي اول مره غادي نشوفوك فعايشين شايفينك من قبل. انا بقيت غير كنشوف وتصدمت، قلت لهم فين شايفيني كتقراو معايا في لافاك؟ قالوا لي لا واحد السيد راه واحد الشخصيه مهمه في هذه المدينه هذه راه حاط عليك العين من شحال هادي وهو اللي مصيفطنا عليك وكيقول لنا ديك البنت راه كتعجبني. انا بقيت غير كنشوف فيهم، من قالوا لي شكون هو ديك الشخصيه انا تصدمت لانني ما كنعرفوش، كنعرفو غير من بعيد بحال كاع الناس. هو شخصيه مهمه، شخصيه سياسيه معروفه عندنا في المدينه اللي انا عايشه فيها. المهم بقيت انا غير كنشوف وكنقول لهم انا هاد السيد راه ما كنعرفوش وما عمري ما شفتو وما بيني وبينه حتى شي حاجه باش يقدر يكون شايفني. قالوا لي وهو راه كيعرفك مزيان وراه مصيفطنا لعندك وراه مده هادي وحنا كنراقبوك ودابا راه بغا يجلس معاك واخا غير سويعه ديال المكانه، غتمشي عنده الفيلا ديالو غنديوك حتى لعندو تجلسي معاه ساعه المكانه وما يكون غير خاطرك اللي بغيتيها واللي حليتي عليها فمك ديالك. صافي انا تما ضربني الضو وبقوه الصدمه ما عرفت راسي كيفاش حتى نطقت وقلت لهم ولكن انا راني مزوجه. وما يشوفوا بعضياتهم ما يضحكوا، قالوا لي مصباح انت كتعاودي لينا وسولناك واش مخطوبه قلتي لا، واش مصاحبه قلتي لا، واش مزوجه قلتي لا، قلتي انت بنت ديال داركم وجيتي لهاد المدينه هذه باش تقراي. قلت لهم لا راه غير نسيت ما قلت لكمش. هي بصراحه بنت انني كنكذب، بنت مفروشه بزاف يعني بحال تفضحت، ولكن انا ما تسوقتش حيت ما لقيت ما نقول لهم، ما عرفتش وسيرتو تخلعت من سمعت ديك الشخصيه انا راه غير بنت باب الله. والديا ناس بساطين بزاف والاب ديالي ما عندوش حتى الخدمه مرسمه، عائلتي على قد الحال يعني احنا ما عندناش المعارف ولا عندنا يعني شي حد شد العا صحيحه اللي نتوكاو عليها. بديت كنقول لهم المهم انا غادي نخرج، جاو خرجوا معايا حتى الجلسه اللي طلباتني الفوطه عطيتها ليها وبقيت كنلبس حوايجي بالزربه وبقاو مصرين كيقولوا لي والو عطينا غير الرقم ديالك ديال التليفون. قلت لهم انا راه ما عنديش التليفون والتليفون كنت مخليه في البيت. وقبل من كنت كنعاود ليهم سولوني حتى على التليفون وقلت لهم عندي، ولكن من عاودوا سولوا صافي انا ما بقيتش مسوقه، انا وليت باغا غير نسلم منهم شوكتي بلادم. قلت لهم رانا ما عنديش تليفون. صافي وحده فيهم مشات عند الطيابه خدت من عندها ستيلو ورقه كتبت لي الرقم ديالها ديال التليفون وقالت لي شوفي ضروري تعيطي لينا ضروري تواصلي معنا باش نديوك لعندو. قلت لهم واخا ان شاء الله ان شاء الله. صافي خرجت من داك الحمام
حسيت بواحد الرعب ما يمكنش شي حد ممكن يتصوره. ما عرفتش انا دوك البنات من طاحوا عليا، ما عرفتهمش من نزلوا عليا، ما عرفتهمش شنو كانوا باغيين مني. شكيت حتى في هاد القصه اللي قالوا لي، قلت ياك ما هادو ما كيهضروش على داك السيد، ياك ما كانوا باغيين يديوني شي حد اخر، ياك ما كانوا باغيين يديروا لي شي حاجه، ياك ما حيت انا جلست كنهضر بزاف راه هما داروا لي شي حاجه باش وليت كندوي بديك الطريقه. حمدت الله وشكرت انني خرجت، خلاتها ماما ضلعه وحده. يعني الحمد لله ما داو مني لا يد لا رجل، الحمد لله من ما هزونيش ودوخوني وداوني لشي قنت وقعت لي شي مصيبه. من تما من داك النهار ما بقيتش كنامن بشي حاجه سميتها الحمام. قطعت الحمام في خطره، خاصه من عرفت انه كاينين بزاف ديال الشيوخ اللي كيقولوا بلي راه الحمام حرام، لانه العوره ديال الانسان كتكون مكشوفه واخا من نفس بني جنسه، ولكن لا، ما خاصش تكون هاد القضيه، ضروري خاص تكون الحشمه. المهم من تما ضربت على الحمام. الحمد لله دازت المده وكملت القرايه ديالي ورجعت لمدينتي، تزوجت وخدمت، والحمد لله حاليا راه عندي جوج ديال الوليدات وبراجلي، اموري مزيان. ولكن فيما كنتفكر هاد القصه اللي كانت وقعت ليا لحمي كيتبورش عليا، وفيما كنتلاقى شي بنت باقا صغيره يعني من عائلتي ولا من المعارف ديالي وكنعرفها كتمشي بوحدها للحمام، كنعاود لها هاد القصه وكنقول لها ردي بالك، راه شحال من وحده يعني كتجلس كتامل شي وحده، وخاصه داك الجو ديال الحمام كتكوني جالسه يعني السخونيه دوشي صافي كتندمجي في داك الجو، كتولي اي وحده جلست حداك كتحسي بها بحال راكي كتعرفيها وكتبقاي دو 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 غير كدوي. ردوا بالكم، انا عاودت هاد القصه هادي دابا الاخت رانيا ستوريز باش تحكيها لكم. ردوا بالكم من الحمام، ردوا بالكم مع من كتجلسوا، شنو كتهضروا شنو كتقولوا، راكم عارفين الحمام كيوقعوا فيه بزاف الحوايج من غير هادشي. يعني شحال من وحده الله يستر كيتسحر ليها، شحال من وحده كتشير، شحال من وحده كتخطف. يعني ردوا بالكم وصافي، هادشي اللي بغيت نقول. شكرا لكم بزاف حيت صمتوا ليا حبابي. سمعتوا القصه ديالها فعلا صدماتني انا، ولكن بغيت نعاود لكم واحد القصه اللي وقعت معايا انا شخصيا في الحمام، وفي الصراحه خلعتني بزاف، خلاتني مصدومه. راه العيالات بعض المرات كيوصلوا لواحد الدرجه ديال الهستيريا اللي كيوليو بحال اخطار المجرمين. واحد النهار كنا جالسين في الحمام، ما علينا ما بينا، واحد الوقيته كتبان لنا واحد السيده هزات السطل وشيراتو على واحد السيده اونفاس معاها، يعني هزات السطل وضرباتها به. السطل جا المراه الثانيه في الوجه نيشان، وهاد المراه الثانيه كانوا معاها بناتها صغارين. هاد المراه الثانيه من ضربات بالسطل والسطل طاح، كلنا كنشوفوا جبهتها الجهه ديال الحاجب ديالها كتسيل بالدم. حنا نضنا عندها بغينا نشوفوا المراه شنو وقع عليها، مالهم واش مدابزين. قالت لنا بعدوا مني، حتى شي وحده ما تقرب لي ولا تقيسني. هزات بناتها كاملين خرجاتهم، رجعت هزات سطولاتها كاملين وخرجاتهم. الطيابات جاو عند المراه الاولى بقاو كيلوموا فيها وكيغوتوا عليها وكيقولوا لي علاش ضربتيها، علاش درتي لها. المهم ديك المراه الاولى بدات كتغوت على الطيابات، دارت فيهم صافي خرجوا مشاو بحالاتهم. السيده الثانيه اللي ضربات بالسطل في جبهتها خرجات، لبست حوايجها، لبست لبناتها الحوايج ديالهم، ومن بعد هزات الماكينه ديال الحسانه وشدات ديك الحجره ديال الرجلين وبدات كتهرس فيها. وهادشي اللي كنعاود لكم راه بواحد البرود، لانني انا كنت خرجت وبقيت متبعه كنشوف ديك المراه شنو غادي يوقع عليها. انا من داك النوع اللي كيعجبني يعني نكون حدا الناس، نسمع ليهم الا كان شي وحده كتشكي، الا كان شي وحده عندها شي مشكل كنبغي نسمع للناس. فانا خرجت على اساس انه هاد المراه نسمعها شنو كتقول، شنو المشكل ديالها مع هذيك اللي بقات لداخل، علاش ضرباتها. ولكن المراه ما كانتش كتهضر، كانت ساقله وخدامه كتجمع في دوك يعني كتتهرس في ديك الماكينه بواحد البرود، نفس البرود اللي لبسات به بناتها ونفس البرود اللي لبسات به هي حوايجها. من سالات يعني حتى هرست ديك الماكينه وحنا ما عارفيناش علاش كتهرس فيها، دخلات للحمام، جرات جريه وحده، ما جينا فين نتبعوها ونغوتو نقولوها شنو واقع، حتى كنلقاوها تلاحت على المراه اللي ضرباتها بالسطل وشدات هذاك الززوار اللي كانت هازه في يديها
وهبطات ليها به من دراعها حتى للصباع ديال يديها. عرفتي واحد المنظر، والحمام سخون والدم سخون. فهاديك المراه عرفتي ولات كتشرشر بالدم صافي. راه واحد المنظر كان كيخلع. ناض الغوت والعيالات كيغوتوا، طايح اكثر من نايض. مهم الحمد لله كنت يعني في جهه الباب، لبست بالزربه حوايجي. العيالات بداو كيخرجوا من الطيابات لبسوا حوايجهم. ايوا من موراها جاو البوليس هزوا هذوك بجوجهم مشاو. لحد الان ما عرفتش شنو كان المشكل اللي ما بين هذوك جوج عيالات. حتى وحده فيهم ما هضرات، حتى وحده فيهم ما كانت كتقول شنو المشكل اللي وقع عليها مع الاخرى. واحد الصمت غريب. وبجوجهم راه خطيرات. عرفتي راه واصلين لواحد الدرجه ديال البرود عجيبه جدا. انا بصراحه كنخاف بزاف من الحمام، وكنخاف من المشاكل اللي كيوقعوا فيه ومن المدابزات اللي كيوقعوا فيه. راه هادوك المدابزات اللي كيوقعوا في الحمام راه غنقول لكم، الله يستر الضربه ديالهم كتكون خايبه بزاف. الله يحفظنا ويحفظكم. كنتمنى هاد القصه ديال اليوم تكون فيها عبره ليكم. ردوا بالكم، ودائما نستودع الله انفسنا، اولادنا، بيتنا ومالنا وكل ما لنا. ربي يحفظنا وينجينا، ونهار الخيب ما نكونوش حنايا حاضرين. هادشي اللي نتمناو. شكرا، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من التعليقات ديالكم. عاودوا لي شي تجارب عشتوهم حتى نتوما في الحمام، او لا عاودوهم لكم الناس. كيعجبوني نسمع هذا النوع هذا ديال القصص. واشتركوا في القناه. مرحبا بكم في العائله الكبيره ديالنا، والى قصه مقبله باذن الله. السلام عليكم.